السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كاين اللي كيدير الخير باللي قسم الله، وكاين اللي الخير عنده وصل لدرجة الهبال. انا وحده من دوك الناس اللي كيحيدوا القمه من فم عائلتهم ويخرجوها للبراني، لدرجه وليت كنسرق دارنا باش نصدق. بقاو معايا نعاود لكم قصتي من الاول، وكيفاش الصدقه كانت غتخرج عليا وعلى والديا. القصه ديالي بدات ملي كنت باقا طفله. كنت نقطه الضعف ديالي هي نشوف شي حد محتاج لي، مهم نعاونو. هذيك هي الفرحة ديالي في الحياة، هي أنني نعاون الناس، نشوف شي واحد محتاج ونقدر نعاونه. مثلا البداية ملي كنت كنقرا، ملي كنت يلاه كنقرا في لاكوند، كنت كناخد معايا لانش بوكس باش ناكل. كانت كتجي عندي شي تلميذة معايا ولا شي وليد تيقولوا لي عافاك واخا دوقينا، كنعطيهم داكشي اللي عندي وكنجلس انا نتفرج فيهم. وهذه غير شي شويه من بزاف، بلا الحوالق اللي شرا ليا با ومشيت عطيتهم لصاحبتي، بلا الحاجات اللي كنهزهم من دارنا ونمشي نعطيهم لصاحبتي ولا لمامين صاحبتي. وعمر هادشي عرفاتو لا ماما ولا بابا ولا حتى شي واحد. كاين شي حاجات اللي اعترفت بهم منين كبرت، وكاين شي حاجات اللي نسيتهم، ربما نسيتهم ما اعترفتش بهم ليومنا هذا. المهم كنت نحيد الحاجه مني من امي من اختي من با ونعطيها لشي واحد، نعطيها لصاحبتي، نعطيها لامها، نعطيها لختها، وصافي. هذيك هي الفرحه ديالي انا في الدنيا. كان جا العيد وكانت كساوني الكسوه ديال العيد، كسوه زوينه، راكم عارفين التقاليد ديالنا المغربيه. ايوا واحد البنت في الحومه كانت حالتها كتقطع القلب، كانت في العمر ديالي ديك الساعه. حوايجها كانوا ديما كيتلبسهم قدامين مقطعين. ايوا مني رجعنا للدار لغد ليه وانا نغفل امي وهزيت هذيك اللبسه ديال العيد ومشيت عطيتها لداك البنت، قلت لها هاكي، قالت لك امي هاكي وبصحتك، هاكي حوايج العيد. ايوا جاب الله ليله العيد، امي مشات جبد داك الحوايج باش تشوف واش باقيين مسرحين، واش هما هادوك. ما لقاتهمش. جا بنت الحرام فين هما الحوايج، انا ما شفتش، انا ما عارفاش، انا ما. وانا باقا ديك الساعات صغيره كنقرا في شي سادس ابتدائي. صافي جاب الله كانت مخيطه ليا جلابه باش زعما لبسها في الصباح، وعاد داك الكسوه ديال اللي غلبسها هكا في العشيه. صافي دوزت داك العيد داك الجلابه، ولكن منين شافوا داك البنت اللي معنا في الدرب لابساهم عرفوا بلي انا هي الشفاره المحسنه ديال الدار، وكليت عاوتاني قتله ديال العصا. وهكذا دازت حياتي. بديت كنكبر وبدا كيكبر معايا هادشي ما تحدش. ايوا واحد النهار وانا شابه في مقتبل العمر، كانت واحد جارتنا نسميوها خالتي السعديه. كانت مسكينه ساكنه غير بوحديتها، كانت مرة وحدانيه، ما عندها لا راجل لا ولاد لا والو، ساكنه بوحدها مسكينه. ايوا واحد النهار لقيتها مسكينه جالسه بوحدها والدموع في عينيها، وانا كنت ما يمكنش ندوز هكا وما نسولكش مالك. كيبان لي شي حد ماشي هو هذا تنقصدو. قلت لها مالك امي السعديه ياك لاباس؟ قالت لي يا بنتي راهم غادي يخرجوا لي حوايجي للزنقه الا ما خلصتش الكرا هاد السيمانه. ايه وقطعت لي قلبي صراحه، حقا ما قدرتش نشوفها في ديك الحاله. ايوا واسيتها وقلت لها يكون خير ان شاء الله، ما تفكريش، دابا نلقاو لك شي حل ان شاء الله. مشيت للدار بقيت كنفسر ونخيط ونفكر في كاع الحلول، ما بان لي غير اكفس حل. مشيت للبيت ديال ماما، بقيت كنقلب حتى لقيت الصندوق فين مخبيه ذهبها. هزيت الدمليج غالي، كانت مخبياه للزمان مسكينه. ايه ومشيت بعتو، غصدوها هي بعتو ب4000 درهم، ومشيت عطيتها لخالتي السعديه. فرحات مسكينه داك خالتي السعديه وما قدتها فرحه، شبعات معايا دعاوي وانيا فرحت واحد الفرحه غريبه. ايوا رجعت بحالتي فرحانه مرتاحه وضربتها بسكته. ايوا دازت الايام، ماما ضربت الفقد في داك الدمليج، لقات غير الصنيديقه. ايوا شحال مسكينه وهي كتقلب وتدعي، وانا غير كنشوف فيها وساكته. كنقول في خاطري انا راه ما درتش شي حاجه خايبه، انا راني نقدت داك المراه مسكينه مراه كبيره ولكن في الحقيقه انا راني شفرت امي. هذاك الذهب راه ضربت عليه تماره مسكينه، راه يعلم الله كيفاش جا حتى جمعاتو ومخبيها لدوير الزمان، وتا هي كانت ما فحالهاش. كنعطيو من الموجود، الجود من الموجود.
ولكن انا هذيك الساعه ما كنتش فاهمه هذا الشيء. صافي بقيت ساكته، امي مسكينه كل مره كتجبد داك الشيء، كتجبد داك الموضوع كتفكرو كتفقس. وهذا الشيء ما سالاش هنا. انا صافي داك المشكل ديالي انني ما كنقدرش نشوف شي حد محتاج وما نعطيهش، اذا راه مرض هذا عندي. صافي وليت با مسكين كيشري المواد الاوليه للدار، كيشري الزيت اللحم السكر كيتقدى مسكين، وانا كنبقى غير كنهز في الميكات الكحلين ونعمرهم، نهز شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا ونخرج، ونبدا نفرق على الناس اللي كنعرفوهم محتاجين، والعائلات اللي ما فحالهمش، ارمله ولا كنهز كل مره كندي شي ميكه لشي وحده ما فحالهاش حتى كنعطيها ليها. كنديها ليها با كنسمعو كيتناقر هو وامي، واش كتاكلي هاد الزيت، واش كتشربيه، فين كيمشي المراه هاد الشيء هذا اللي كنشري، كتقول له ما نعرف راني انا اللي قسم الله راني كنطيبو. وانا ضاربها عاوتاني بسكته، وما خافيه كان اعظم، انا هي الخليه اللي عندهم في الدار. ايوا دازت الايام، وجا واحد النهار كانت عندنا عرضه في الدار بمناسبه خويا خدا الدبلوم ديال الماستر وداير بعراضه، عارض على العائله، عمامي خوالي، مهم دايرين واحد العراضه متواضعه، طيبات ماما، اللحم بالبرقوق وداك الشي يا سلام، الريحه عاطيه في الدرب كامل. وانا قبل منين مشيت نتسخر لامي تلاقيت داك السيده اللي كنعطيها مسكينه داكشي اللي قسم الله من الكوزينه ديالنا كل مره وشنو على حسب داكشي اللي كيتقداه با، وشكات عليا عاوتاني وبكات كيما العاده، راني بالجوع ما عندي من نوكلهم، واللحم كنشوفوه عند الجزار، وطيبات ليا قلبي. ورجعت للدار لقيت امي صافي وجدات وداكشي كلشي واجد، كلشي هو هذاك. خليتهم تلهى ومشيت هزيت داك اللحيمه، ما هزيتش كلشي ولكن هزيت كميه كتيره، درتها في واحد الشبانه. وزدت مشيت عطيتها لهاديك السيده، كلات يا وليداتها فرحات. المهم انا غمديتها ليها ورجعت كنجري للدار. صافي داز وقيته الحلوه اتاي قولها وضحك عليها، وصلنا الماكله الطبق الرئيسي. فاش امي جات تحط الماكله لقات الطنجره فيها غير مريقه وشويه كيكه ديال اللحم. تحشمو هي وبا مسكينه قدام العائله، قدام خوالي وخوالاتي وعمامي وعماماتي وكل شيء. وديك الليله صافي تفرشت، صافي ما يمكنش واش معنا الزايد، صافي ديك النهار زيروني وانا نعترف، وكليت قتله ديال العصا سيمانه وانايا ما نطش من الفراش وانا معطوبه. ولاني هادشي كامل فكوم، وهاد الدقه هذه اللي جايه هي الدقه القاتله اللي كانت غادي تشتت لنا الشمل. با مسكين كان كيخبي الفلوس باش يمشي للحج هو وامي. وصل الجامع 10,000 درهم، درهم على درهم، باش يمشيو لبيت الله. في ديك الفتره واحد البنيه فهمتنا مسكينه كانت مرضات في عينيها ووالديها ما فحالهمش، وهي كان خاصها ضروري عمليه على عينيها مسكينه، ووالديها كما قلت لكم ما فحالهمش كاع مره. انا كما العاده زعما عقلي يفكر في العواقب ولا اش كديري، ولا صدقي من جيبك ولا صدقي من اللي عندك، لا والو ما كنفكرش انا في هذا الشيء هذا. مشيت لهذيك البركه وهزيتها وعطيتها لباها باش يدير العمليه البنيه. داوات داك البنيه، دازو شي ايام وبا مسكين ضرب الفقد في هذوك الفليسات. فاش البا لقى الفلوس مشاو طاح مسكين في البلاصه، مسكت ليه القلب. صدقنا حنا مشينا ديك الساعات هزيناه للسبيطار. هزيناه للسبيطار ديك الساعات كان جراو، هو مسكين ما عرفناه رجل في الدنيا ورجل في الاخره. دوزنا معاه مسكين شهر في داك السبيطار، والحمد لله غير اللي بقى بالحياه كوراني عمرني ما ننساها ولا نتخطاها. والفلوس اللي كنت باغا نداوي بهم بنت الناس صدق با محتاجهم باش يداوي راسو. تما عرفت باللي هبالي كان غادي يقتل اعز الناس عندي، وتما عرفت بان هادشي اللي كندير راه غير تخربيق، راه ما يمكنش، راه مهما كان راه هادي راه شفاره، راني كنشفر والديا. جاب الله العائله تعاونوا معانا، مشي كل واحد باش تعاون، كل واحد وشنو عطى.
على ما صحبة باش دوزنا له داك المصاريف ديال الطبيب والدواء وداك الشيء، وتعاونوا معنا غير الناس الحمد لله د العائله. صافي من بعد منين عرفت امي بانني انا سببهم فيها، واش بعات عليا دعا، قالت لي انا ساخطه عليك، انا ساخطه عليك دنيا واخره. تنقول لها امين علاش الشيطان، راني ماشي درتها على قبلي، انا راني درتها على قبل بنيه صغيره، راها كانت غيمشيو لها العينين، راه فيها غير الاجر. ايوا وهي تسرحهم لي امي، قالت لي الله يعطيك البياض في العينين، الله يعطيك دقتها، او لا يعطيك دقه باك، ولكن ما تنوضيش منها. واش بنت الحرام شفتيها شيطه علينا، واش شفتينا حاطينها حتى حنا راه خاصنا اللي يعاوننا. صافي داك امي مبقاتش حامله تشوف فيا، عاد با مني الحمد لله ديباسا داك البيريود وفاق وعرف حتى هو شنو كاين. صافي ما بقى، وليت في داك الدار بحال متطفله، حتى حد فيهم ما حامل يشوفني بيناتهم. صافي وانا مشيت نكمل قرايتي، مشيت لواحد المدينه اخرى، اصلا حنا كنا ساكنين في مدينه صغيره، مشيت لمدينه اخرى باش نكمل قرايتي. وحتى فاش مشيت نقرا بعيد وشداتني الغربه، بقيت على نفس الطبع. المنحه ديالي ما كانتش كتكمل معايا يومين، كنعطيها لداك البنات اللي كانوا معايا، اللي كانوا يعني الوضعيه ديالهم كفس مني، ونبقى انايا ندوز الشهر بالخبز واتاي. حتى صحاباتي اللي كانوا ساكنين معايا كانوا كيقولوا لي بزاف على هذا الهبال هذا، ولكن انا كنت كنحس بواحد النشوه خايبه، بحال كنشري الرضا ديال الناس بفلوس وحوايج ماشي ديالي. وداز السنين وعرفت بلي الخير اللي كيبدا بظلم الوالدين ماشي خير، هذاك غير انانيه باغا نحس بها بلي انا محسنه. ايوا ودازت الايام وخدمت، كملت قرايتي وخدمت، والحمد لله رجعت لبا داك الفلوس، يعني الحمد لله باضعاف مضاعفه، وطلبت منهم السماحه. ودابا الحمد لله انا باقي فيا داك الطبع، ما نكذبش عليكم، ولكن الحمد لله انني قدرت انني نوصل داك المرحله انني كنعطي من رزقي، كنعطيها يعني صدقه. هذه اللي تسمى صدقه، يلا وصلت انا المفهوم الصحيح ديال الصدقه وديال الاحسان. اما داكشي اللي كنت كندير من قبل راه هبال ماشي صدقه. ايوا هذه هي قصتي. الخير زوين واليد اللي كتعطي حسن من اللي كتاخد، ولكن ردوا البال يغلبكم الهبال، وتصدقوا على حساب والديكم، تهلاو فيهم، وديما والدينا هما الاولين، واللي شاط عاد نشوفوا البراني. والله يخرجنا من دار العيب بلا عيب، ويسمح لنا من الوالدين. الى عجبتكم القصه ما تنساوش تبارطاجيوها، وكتبوا لي واش عمركم شفتوا شي حد كيدير الخير لدرجه الهبال، لدرجه يزولها منه ومن والديه ويعطيها للناس.